السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. ازيكم احبابي؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى الفيديو بتاع النهارده كده زي ما انتم شايفين، حاجات بتتكلم عن نفسها. طبعا زهقنا مش شاوي، وزهقنا من بشوربة ونقلي وحاجات يعني كتير كده. النهارده ان شاء الله هنعمل صينية بطاطس، صينية فراخ بالخضار. لان هي يعني مش متعلقة بالبطاطس بس، هي فيها كل الخضار اللي عندك ومش عارفة تعملي بيه ايه. هترميه في الصينية ديت وهتطلعي احلى واشهى صينية فراخ بالخضار. وولادك بقى لو ما بحبوش الخضار هيحبوه. لو عملت الطريقة والتزمت بالمقادير كده كده هيحبوه. الخضار تحسوه كده مشوي مش مسلوق، مفيش فيها يا جماعة ولا نقطة مية. ان شاء الله نشوف كل حاجة مع بعض. بس قبل كده ما نبدأ ونقول بسم الله. لو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشرفيني بعلامة اللايك، وتشتركي معايا في القناة، وتقولي لكل اصحابك ولكل حبايبك يلفوا لفة في القناة لو عجبتهم. وتضغطي على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده، معانا فلفل الوان احمر واخضر واصفر الموجود. ما توقفيش نفسك لو انت عندك كده فرخة، ما توقفيش نفسك، اي خضار موجود عندك. بصل، بطاطس، طماطمايه واحدة، يعني احنا استخدمنا طماطمايه واحدة. كوسة، وللأسف ما كانش موجود عندي، بس لو حطيته كوسة كمان. جزر، بسلة، اي حاجة عندك، اي خضار، بروكلي. اي خضار، يعني اي خضار متوفر عندك تقدري تحطيه في الصينية دي او الطبخة دي. فيها فايدة جامدة للأطفال، فايدة جميلة جدا جدا. وطعمها حلو وشكلها حلو. ومفيش فيها بقى ايه اللي هو بصلصة والخضار والأطفال ما يرضوش ياكلوا او حاجات زي كده. لا، كلها حاجات حلوة كده، مش محتاجة غير طبق رز بشعرية او طبق رز ابيض. وتقدمي كده يعني شوية الرز وجنبهم يعني معلقتين من الخضار كده. وجبة كاملة متكاملة، مش محتاجة جنبها اي حاجة، ولا محتاجة سلطات ولا ولا كل الكلام ده، لان هي ما شاء الله غنية بكل الخضار. مش محتاجة اي حاجة جنبها. هقطع بقى كده معاكم كل حاجة مكعبات، بس مكعبات يعني شد حيلها شوية. ليه يا مروة تقطعيها كبيرة شوية؟ علشان تستحمل السوا وتستحمل اللفة اللي احنا هنلفها في الورق الزبدة دي. والخضار ما يتهرش معانا زي ما انتوا شفتوه كده. وانا بفتح كده في اول الفيديو كان كل حاجة مستوية والخضار ما كانش مهري، طبعا عشان التقطيعة يعني كبيرة شوية مش صغيرة. هنحط بقى كده زي ما انتوا البطاطس برضو هنقطعها برضو مكعبات حلوة برضو كبيرة. انا حطيت بطاطستين اتنين، لو انت حابة بقى تحطي اكتر اللي انت عايزاه عادي، يعني اللي موجود تقدري تشتغلي بيه. هنشيل بقى الحتة اللي في الطماطمية من فوق دي، وهنقطع بقى ايه الطماطم برضو على نفس الشكل، والبصل. بجد طعمها حلو، ويعني بجد حلوة. مش طبعا صينية الخضار دي مش منطبقة على اللحمة بس او الطاجن التورلي ده. طبعا في السمك بتبقى جميلة جدا، وفي اللحمة بتبقى حلوة، وفي الفراخ بتبقى احلى. يعني نوعي وكده وابدعي يعني الاكل محتاج تنوع. بلاش كده نحط يعني نفسنا نربط نفسنا على نوع واحد او حاجة واحدة. وان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونحاول نغطي سلسلة التنوع دي، وبرضو كلها تكون في امكانيات او في حدود يعني على قد ايدينا، ما تكونش حاجة غالية او حاجة كده. زي ما انتم شايفين هقطع بقى البصل، ما عادش بقى معانا الا بصلايه، انا مستخدمه بصلتين بقى علشان البصل طبعا بيديني ايه تاتش حلو كده. طبعا كل الخضار اللي انتوا شايفينه وكل الحاجات الحلوه دي مش محتاجه غير فصين توم مفرومين او معلقه توم مهروس، على لو انتم مفرزاه زي حالاتي كده. فاي حاجه تقضي الغرض، بس اللي هينطق طعم الخضار ده هو معلقه التوم. حطينا الفلفل الاصفر بقى، وهبقى ننزل بقية الخضار كله عليه. بس لسه ناقص التوليفة الحلوة دي، البسلة والجزر، وهحطهم حالا علشان تبقى كده صينية الخضار بتاعتنا كده كاملة متكاملة. هسيب بقى الجزر يفك كده براحته، وهبدأ ان انا ايه اشتغل في التتبيلة للاوراق بتاع الفراخ علشان نكمل. معانا هنا ايه هقول لكم بقى كده بسرعة سريع: فلفل اسود، وقرفة، وكزبرة، وكمون، وبابريكا، وكاري، وكركم، وزعتر، وجنزبيل.
اللي انا قلته ده كله البهارات اللي انا عملتها. لو انتي ما بتحبيش نوع بهارات معين في اللي انا عملته ده، تقدري تشيليه خالص من الوصفة. تمام. يعني تقدري تستبعديه وتحطي اي بهار انت بتحب طعمه، علشان نكون متفقين كده. يعني ما تربطيش نفسك على المقادير او البهارات اللي انا حطاها. حطيت بقى على البهارات دي شوية زيت حلوين كده ومعلقتين صلصة علشان يدونا اللون الأحمر الحلو للخضار اللي انتوا شفتوه، ولل وللفراخ. احط بقى معلقة خل، طبعا الخل للتتبيل هيبقى حلو، ومعلقة صغيرة خالص علشان بس تديني سنة مزازة في التتبيلة دي. اللي انتوا شايفينه الاصفر دي عصرة ليمونة كبيرة برضو، بتساعد على ان اللي يبقى فيه برضو مزازة مع الخل في التتبيل. اقلب بقى كل الحاجات الجميلة دي كده مع بعضها، واحط بقى ايه نص كوباية مية او اقل كمان في التتبيل. هبدأ ان انا احط يعني هحط شوية من التتبيلة دي على الخضار، وهسيب الشوية التانيين اتبل فيهم الفراخ. ما تتبليش الفراخ الاول في التتبيلة وترجعي تعملي على الخضار. حطي بس شوية كده في التتبيلة الحلوة دي الاول على الخضار، ونطمن كده ان هو خد الملح بتاعه وكل حاجة تمام. ونبدأ ان احنا نتبل بقى الفراخ وننزل بقى بقية التتبيلة دي على الخضار، والفراخ تنزل بقى ميتها وتنزل الصوص الحلو اللي فيها على الخضار من دون اي ميه. شوفوا يا جماعه انا بقلب مفيش اي ميه، وما تقلقوش، وما حطيتش ورق فويل ولا حاجه. كل الحكايه ورقه زبده وطبقه واحده بس تحت، وغطيت الفراخ. فما تقلقوش ما تقلقوش، هتستوي يعني هتاخد في الفرن من 45 دقيقه لساعه كامله. لو انت بقى عايزه ايه يعني الحاجه كده دايبه زي ما انتوا شايفين. لو انتوا بتحبوا الحاجه بتكون يعني ماسكه نفسها شويه، 45 دقيقه بالكتير هتكون جاهزه معاك. هننزل بقى الاوراق. انا مستخدمه النهارده اوراق، طبعا لو عندك فرخه كامله يبقى تمام وزي الفل، لو عندك صدور برضو يبقى تمام وزي الفل. اي حاجه عندك تقدري تستخدميها في الوصفه دي هتبقى معاكي تمام وزي الفل وحلوه وماشيه وشغاله. والله يا جماعه لو اجنحه، يعني لو انت عندك اجنحه وعملتها بنفس الطريقه، والله تبقى جميله وحلوه قوي ورضا من عند ربنا، والدنيا هتبقى تمام وزي الفل. فصينيه الخضار دي تحط فيها اي حاجه، سمك ماشي، فراخ ماشي، لحمه ماشي، اي حاجه، يعني اي حاجه شغاله، سمان حمام، اي حاجه هتبقى معاكي تمام وزي الفل. هرص بقى كده الاوراق بتاعتي على وش الخضار. والله يا جماعه صينيه الخضار تتاكل طريه وشكلها تحفه، وطعمها جميل جدا جدا. وانا اكتر حاجه بقى بسطتني ان يعني ايه اكلي بقى الاولاد الخضار، كل الخضار اللي هم محتاجينه او كل القيمه الغذائيه اللي هم محتاجينها من غير هم ما ياخدوا بالهم. حاجه كده حلوه. فبجد حلوه الطريقه دي، يعني هي يعني تقريبا تتعمل مره كل اسبوع. حلوة ومفيدة جدا للأطفال. طبعا عشان الفراخ يعني فيها سنة تتبيلة وتحسوا فيها مبلولة كده، فورق الزبدة طبعا بيساعد على ان هو يمسك عليها. شوفوا انا تنيت الحرف ده وتنيت الحرف ده، وهبدأ اتني كده ومش محتاجة بقى ورق سلوفان ولا حاجة. هشيل كده اهو، اشيل يعني واعمل من تحت كده، مش محتاجة اي حاجة بقى، هي كده تمام وزي الفل. في صينية الفرن بقى ومع نفسها اظبط درجة الحرارة. انا ما بفتحش عليها، بظبط درجة الحرارة على 90 دقيقة. وعلى درجة حرارة في الأول 250، وبعد كده بنزلها ل200 عشان تستوي طبعا براحتها. وبعد ما استوت ده الشكل الجميل بتاعنا. حلوة وطعمها تحفة، كل حاجة فيها حلوة يا جماعة بصراحة. بصراحة حلوة، جربوها. مش هتندموا طبعا لو جربتوها. يعني كل حاجة مستوية، البطاطس والجزر والبسلة. البسلة كانت متفرزة كمان. يعني كنت خايفة لما تستويش كده، لا استوت وبقت حلوة. والفراخ نفسها، شوفوا الفراخ نفسها عاملة ازاي. كده يعني مش مستحملة حاجة خالص وطعمها حلو. وزي ما انتوا شايفين بقى تتقدم بالهنا والشفا، وجربوها. ويا ريت لما تجربوها تكتبولي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك. وبرحب بحبايب قلبي اللي منوريني اللي على راسي، الحبايبي الجداد على القناة. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ويدومكم نعمة في حياتي. والسلام عليكم ورحمة